النهاردة بقى يا جماعة هعمل لكم فطيرة بالجلاش تجنن. طعمها خطير ومورقة وهشة، فظيعة بصراحة. تعالوا نشوفوا احنا عملناها ازاي. انا طبعا سهلت على نفسي وضربت البصل في الكبة والفلفل الالوان في الكبة، ومعايا مجموعة من البهارات. كل ده هكتبه لكم في اول تعليق. وتيجي بقى عشان نعصج اللحمة، نزلت بيها في الطاسة سخنة جدا، وزودت حطيت معلقتين من الزيت علشان اللحمة عندي ما كانتش دسمة قوي. وهنزل بالفلفل الألوان الأحمر والأخضر والأصفر والبصل، وهقلب كل حاجة لغاية ما تدبل شوية. وبعد كده هنزل بالفلفل الأسود والحبهان والبابريكا، وهنزل بمعلقة من بهارات اللحمة أو السبع بهارات. وطبعا لو في فصين من المستكة بتبقى روعة وبتديها طعم رائع. في الآخر خالص حطيت الملح بتاعي، وهسيبها تستوي لغاية ما أحضر التشريبة الرهيبة. وهي طبعا التشريبة دي هي أساس الوصفة. نزلت كوباية من اللبن وربع كوباية من الزيت وبيضتين، ممكن تستخدمي زبدة سايحة أو سمنة سايحة بدل الزيت. وهنزل بأربع معالق كبار من الزبادي بما يعادل يعني الكوباية اللي هي 170 جرام، ونزلت بمعلقتين من القشطة. ولو ما فيش قشطة كأنكم ما شفتوش حاجة يا جماعة، عدوها. هنزل بقى برشة من الملح والفلفل، وهضرب كويس قوي. وهلاقي ان الخليط بتاعي كده بدأ يتقل شوية، هخليه على جنب. واخر خطوة بعملها هي خطوة الجلاش، علشان الجلاش بينشف بسرعة، فبخليها اخر خطوة. وبقطعه شرايح كده وبفككه من بعض كويس قوي، ما بخليش ورقتين لازقين في بعض. وبجيب الطبق بتاعي اللي هعمل فيه الفطيرة وهدهنه بمعلقتين من الزيت. هنزل بالنص الأولاني من الجلاش، هفرده كويس قوي. وبعدين هنزل عليه بكبشتين من التشريبة اللي احنا عاملينها، بطبطب عليها بالراحة بإيدي كده، مش قوي، ما بضغطش قوي عشان ما تعجنش. وهبدأ أنزل باللحمة المعصجة بتاعتي، مش هخليها تيجي قرب الجوانب بتاعة الطبق عشان ما تتحرقش. بعد كده هنزل بالنص التاني من الجلاش وهفرده كويس قوي برضو، وهنزل عليه بالكمية اللي باقية كلها من التشريبة. برضو هبدأ أبطط ببطء كده برفق، وهرش رشة من الزعتر، وهدخلها في فرن درجة حرارته 200، وبولع من تحت بس، وبسيبها لمدة 20 دقيقة. وده المنظر يا جماعة بعد ما طلعت تحفة رهيبة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الفولو واللايك والشير.